بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم، ازيكم يا أصحابي؟ عاملين ايه؟ النهاردة إن شاء الله الفيديو هيبقى بالتعاون مع هبة، صاحب قناة بيتي كل حياتي. أولا كده نبذة عن هبة. هبة ديت أطيب بنوتة عرفتها، بتحب تساعد الناس من غير ما تعرفهم ولا تعرفهم ولا شافتهم قبل كده. ربنا يجازيها خير على اللي هي بتعمله، وهي متألقة في قناتها وملتزمة في شغلها، وكل الناس بتحبها طبعا اللي يعرفوها. وهي إنسانة خلوقة صراحة، وهي اللي شجعتني وادتني دفعة اللي أنا أتجرأ وأعمل قناة. آه النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض تنظيف الريسبشن بتاعي، جزء من الريسبشن اللي هو الليفينج روم، المكان اللي احنا قاعدين فيه. طبعا بأسهل طريقة كالعادة، انتوا عارفين عني ما بحبش التعقيدات، فكل حاجة بحبها تبقى بسيطة. انا قلت قبل كده في فيديو اللي انا بنظف شقتي شهريا، تنظيف شامل، بشيل كل عفشي، بشيل كل سجادي، بنظف كل حاجة، تزعيف وتلميع كل حاجة، دوت مرة في الشهر. طبعا ما بقدرش اعمل لوحدي الكلام دوت، لاني ما بقدرش اشيل العفش بتاعي، فبتيجي واحدة تساعدني ربنا يديها الصحة. و... وطبعا اللي احنا بنعمله دوت، كل فيديوهاتي اللي انا بعمل فيها الشقة بتاعتي دي عبارة عن يعني روتيني الصباحي، يعني هو ده اللي انا بعمله احيانا كل يوم. في حاجات بتتعمل كل يوم، وفي حاجات بتتعمل كل يومين او 3 ايام. طيب انا عايزة اقول لكم حاجة مهمة قبل ما نبتدي الفيديو. ان بيتك هو انت اكتر واحدة هتخافي عليه. مهما جبتي حد يعملك، مهما جبتي حد يساعدك، انت اكتر واحدة هتخافي على حاجتك. فلازما دايما يبقى ايدك فيها باستمرار، حتى لو في حد بيجي بيساعدك لازما ايدك تبقى فيها باستمرار، علشان الحاجات دي تستمر معاكي وتفضل برونقها وجمالها ونظافتها. بس النهاردة ان شاء الله هنبتدي الفيديو، نبتدي مع بعض. اول حاجة كده ان شاء الله، انا صحيت من النوم، الولاد جهزتهم ونزلوا المدرسة، ربنا معاهم. صحيت بقى لقيت المنظر دوت الصبح، ترابيزتي كده وحاجتي كده، آه الانتريه بتاعي كده عامل كده اهوت، الاقلام طبعا لو فيه كراسة ولا حاجة. الارض، الولد الصغير كان بياكل بسكوت، لقيته مفتفت كتير على السجادة وعلى الانتريه بتاعي. هو تقريبا كل يوم بنضفها يعني، بس النهارده في شوية حاجات هتزيد شوية، يعني النهارده يعني تقريبا اللي انا هعمله دوت التنظيفة دي كل 3 ايام تقريبا بعمل كده. انما كل يوم بكنس عادي وبروق الانتريه وخلاص يعني. انما كل 3 ايام ببتدي بقى المع الحاجات بتاعتي تاني وانضفها تاني وانفض ستارتي، ولو في حاجات عايزة تتلمع بلمعها. بس يلا بقى نبتدي. اول حاجة انا هعملها نبتدي من فوق لتحت. فاول حاجة طبعا الشقة متزعفة وزي الفل، السقف بتاعها نضيف جدا، ما فيهوش اي حاجة يعني. اول حاجة هعملها من الحاجات اللي فوق الستارة. الستارة هنفضها او اعملها بالمكنسة بتاعتي، في جزء كده مخصص للستارة انضفها بيه، وبعدين المع الحاجات اللي هي هناك ديت، ألمع الحاجات اللي هناك دي، وابتدي ألمع بقى في الترابيزة وفي السماعات بتاعتي والترابيزة التانية وكده يعني. وبعدين بقى ناخد بقى من تحت، انضف الانتريه بتاعي، انفضها، اشيل الشلت وانفضها، ولو في جزء خشبي زي كده ألمعه بالفوطة بتاعتي، وبعدين اشفط الارض وامسح الحتت اللي فيها موجود فراغ، يعني مش محطوط عليها سجاد، بلمعها بالشرشوبة بتاعتي وبمعتر كده، بحط الشرشوبة فيه ومية، ولمع المكان اللي انا قاعدة فيه دوت، وبيبقى نضيف زي الفل ان شاء الله يعني. يلا مع بعض. انا طبعا ما فيش فيديو الحاجات دي، ما فيش فيديو تنظيف من اعماق، وانا بقول ده روتيني الصباحي. يعني الصبح بصحى انا بروق بيتي بالطريقة ديت، بطريقة سهلة
وقت دلوقتي معايا يعني، بصوا في الساعة وفي خلال الفيديو هتلاقوا الموضوع بياخد معايا ربع ساعة نص ساعة. فانا كل يوم بجيب لكم جزء من اللي انا بعمله في الصباح بتاعي، يعني بعد ما الولاد بينزلوا. يعني هنبتدي كده مع بعض. هنا يا بنات خلاص انا خلصت الستارة بتاعتي خلاص. طبعا انا مفتحة البلكونة ومفتحة الشقة تتهوى الصبح من اول ما صحيت. انا كده نفضتها وقفلتها ونزلت الستارة خلاص، طبعا عشان الدوشة يعني مش اكتر، عشان انتوا تعرفوا تسمعوا كويس. وبعدين هدخل بقى ايه على الحاجات الاوطى شوية من الستارة يعني. هنضف هشيل المفرش دوت ودوت وانفضهم حلو، واروح ايه جايبه انا لما باجي انضف الصبح بس عشان انجاز كده بجيب ميه، بجيب حاجه بترشرش كده، ازازه رشاش، بحط فيها ميه وبحط فيها شويه خل، وبحط فيها معطر انا بحبه، معطر برشه في الشقه بتاعتي. انا كده هنضفها والمعها واجيلكم. كده خلصتها تلميع ونضفتها. وكمان الحصان ترشرشيه برضو بالميه كده اهوت، هو هنا اهو لسه في ميه، ترشرشيه بالرشاش اللي معاكي اللي فيه الحاجات ديت. وبعدين ايه تلمعي لو في عندك اي حاجه يعني عايزه تتلمع زي كده. بس هروح الجنب التاني برضو وخلصه اهو كده. النضاره اشيلها والحاجات بتاعتي دي اشيلها برضو، واشيل المفارش وانضف والمع الجزء دوت. هنا خلاص كده لمعت الجزء دوت، وسايبه علب البخور هنا عشان بعد ما بخلص الشقه بقى بتاعتي بشغل فحم واروح حاطه عليه بخور يغير لي كل جو الشقه. هنا دي الترابيزه بتاعتي برضه عايزه تتلمع، وانضف التلفزيون واشيل المفرش كده، طبعا مش هشيله كله، هشيل اجزاء منه. واشيل الريموتات ديت في اماكنها وانضفها والمعها كلها من فوق ومن تحت. كده انا لمعت الترابيزه بتاعتي والتلفزيون. انا قلت قبل كده ما بنرشش على طول مباشره على التلفزيون، بنرش في الفوطه اللي معانا. وبعد كده ولمعت السماعات اللي هنا اللي جنبه، لمعتهم هناك. طيب الزرع بقى هنلمعه ازاي؟ بصوا بقى يا بنات، الزرع الزرع اهي مثلا خلاص، باجي كده بالرشاش بتاعي وارش ميه كده عليه، هيرجع لي اللون بتاعه الجميل المخضر ده زي ما انتم شايفين كده. بس كل يومين ثلاثه بعمل الحركه دي بيديله كده شكل رائع يعني، بيرجعوا تاني اللون الاخضر بتاعه. والزرعه دي برضو نفس الكلام. كلها كده انا كده كده همسح حواليها، فمش مشكله الميه اللي هتنزل دي منظر جميل ويلمعوا تاني. احنا طبعا يا بنات لو في اي فرش حاجه بسيطه كده، المشات والحاجات ديت، لو انا حاطه مشاه او حاجه اشيلها عشان لما اجي امسح انفضها واشيلها. يلا بقى انا هنفض دلوقتي الانتريه واظبط المخدات بتاعته. كده خلاص انا نضفت كنبه الانتريه بتاعي، وبجيب الفوطه، بجيب فوطه تانية غير اللي انا بلمع بيها، فوطه تكون نضيفه، وارش برضو منها على الفوطة اللي انا جايباها، وامسح الشموع والقطيفة بتاعتي بتاعت الانتريه كده، عشان لو فيها تراب فيها حاجة موجودة فيها كده. انا خلصت خلاص كل الكراسي بتاعتي، لمعتها ونفضتها وشلت الشلت طبعا اهوت كده. خلاص خلصتها. بعد كده هنعمل ايه بقى؟ بص انا شاده الكرسي ازاي في نص الصاله هنا. هكنس الجزء اللي ورا الكراسي، وبعدين ازق الكراسي تاني على الجزء اللي انا نضفته، وبعدين اما اكنس بقى الجزء اللي في النص ارجع الكراسي تاني مكانها، عشان وانا بكنس
ما يبقاش انا مش شايفه حاجه تحت الكرسي، ما يبقاش في حاجه حوالين رجلين الانتريه بتاعنا مش واخده بالي منها. فببعد الكرسي خالص على المكان اللي هو فيه، اكنس بالمكنسه وانضف وبعدين ارجعه مكانه تاني. طبعا انا يعني عشان الفيديو طول صراحه، انا لسه ما يعني يعني شوفوا دلوقتي هو 10 و13 ثانيه، ورغم ذلك يعني انا بعمل مش مع انتوا مش معايا بالتفصيل. فلو معايا بالتفصيل الوقت هياخد كتير قوي، يعني ممكن الوقت اللي احنا بننضف فيه مثلا يعني مع التصوير هياخد وقت كبير. فعشان كده بس انا عامله فيديو بقى عايزه اوصل لكم ايه اللي احنا لما نيجي ننضف بيتنا ما نسيبهوش يقعد وقت كبير يتكركب كتير، لازم كله يتشال ويتنضف باستمرار. مش هلاقي حاجه تتعبني، وفي نفس الوقت بشجعكم وبشجع نفسي. بس هي دي الافاده من الفيديو يعني. زي ما انتم شايفين كده انا بكنس السيراميك بتاعي زي الفل، يعني يا دوبك عايز يتلمع بس. واشيل كده حرف السجاده يا بنات اهو، واعمل كده. ساعات بيبقى في حاجات احنا مش واخدين بالنا منها، او ممكن كرافيت دخلت. هخلص واجيلكم كده. هو خلصت الجزء اللي هناك وزقيت الكراسي بتاعتي علشان اكنس بقى الايه، انضف الجزء دوت. طيب انا كده وسعت خلاص المكان اللي في النص، انا خلاص ملمعه ده كله اللي فوق ومنضفاه. هنزل بقى على الترابيزه بتاعتي، شلت المفرش بتاعها ونفضته. ابتدي بقى المعها، ارشرش وادعك ايه بالفوطه اللي معايا جامد. لمع كده. انا لمعت خلاص الازاز يا بنات، لو في خشب ولا اي حاجه تتلمع كويس جدا. بص لما بتتلمع بتفضل ظاهره ازاي، شكلها حلو وجميل. هلمعها كلها واجيلكم. انا هنا يا حبايب قلبي جبت طبعا ما شلتش الترابيزه لوحدي، ويا ريت ما تشيليش اي حاجه تقيله لوحدك علشان ظهرنا. انا شديتها كده اهوت عشان اوسع مكان السجاده واعرف انضف براحتي وبقى كل حاجه شايفاها بوضوح. تمام كده. طيب ولعت طبعا على حتتين الفحم بتوعي. هكمل انا بس قلت تبقوا معايا خطوه بخطوه. هكمل الكنس بتاع السجاده وشطها وارجع لكم. انا هنا يا حبايب قلبي خلصت تنظيف السجاده بتاعتي، وكل مكان في المكان اللي احنا بنقعد فيه في الليفنج روم دوت نظفت كل حاجه. بس في حاجه بقى انا عايزه اعملها كده. ايه هي؟ انا ملمعه السجاده يعني منضفاها كده تنظيف على الناشف من حوالي اسبوع. تمام، هي نظيفه انا عارفه، يعني انا اكيد انتوا يعني شايفين يعني اللي هي نظيفه، وانا شايفاها برضو اللي هي نظيفه. بس عشان ما يبقاش شكلها وحش مني او تتوسخ يعني بسهوله او كده، او لو هي متوسخه وعليها تراب ما بيتشفتش لازق في الشعر نفسه، يعني مغمق لون الشعر. كده بعد فتره لو انا ما اهتمتش بيها باستمرار طبعا هيبقى لونها غامق ووحشه، ولازم تتغسل كويس جدا وتتحط تتشمس طبعا وتنشف. طيب انا هعملها دلوقتي. هحضر بقى المكون بتاعي اللي انا هنضف بيه. اولا هجيب مقشه، عارفين في مش في مقشه خشنه وفي مقشه ناعمه؟ فانا بقى جايبه المقشه الخشنه دي بالذات، الجزء بتاع المقشه الخشنه ده عشان هنضف بيه السجاد على الناشف. خلاص. وهعمل ايه بقى المسحوق بتاعي والخلطه بتاعتي؟ هما حاجات بسيطه جدا. هجيب بيكربونات وميه وشويه خل صغيرين ومعطر بكون بحبه جدا. خلاص. وهمسك بالمقاش ولا صابون ولا اي حاجه، انا مجرد بس عايزه ازهزهها، عايزه المعها، هي نظيفه. تمام. فهجيبهم وادعك بيهم السجاده كويس. طب واحنا بننضف يا بنات ارجوك يعني رجاء، واحنا بننضف بالمكنسه لو في اي حاجه كبيره، ورقه، كلينكس وقع في الارض، اي حاجه كبيره
يا ريت نشيلها، مش احنا بقى معانا المكنسه نشفط بيها كل حاجه، ما ينفعش يعني هتبوظ منك وهتقف. فيا ريت اي حاجه نلاقيها كبيره نشيلها، احنا المكنسه معموله لشفط الاتربه مش شفط القذرات بتاعتنا. مش هروح اجيب الخلطه واجيلكم. هنا يا حبايب قلبي جبت الطبق بتاعي اللي انا هاخد منه وانا بنضف كده. دوت خل اهوت كده اهو، برضو ما زودش عشان ما ياكلش الوبره بتاعت السجاده او يعني يبوظها وكده. ودي معلقه بيكربونات، حط معلقه تانية عشان انا حطيت شويه ميه كتير شويه، واخصص معلقه للبيكربونات بتاعتي. خلاص هقلبهم بقى اهو، بص هيبتدوا يتفاعلوا واعملوا فقاقيع كده. هقلبهم وبعدين هجيب المقشه بتاعتي اللي بقولكوا عليها. هي دي يا بنات المقشه اللي انا بقولكوا عليها، بصوا ناشفه ازاي. دي انا جايباها مخصوصا لتنظيف السجاد على الناشف، مش بتاعت اللي هو بقى، انا مش بحب اللي هي الصغيره بتمسكيها بايدك وتدعكي بيها في الارض او كده. دي هتقضي نفس الغرض يعني. انا كنت قبلها جايبه ليفه بتنظف السجاجيد وبتنظف الانترين، فانا ديت استسهلتها لاني ما بوطيش على رجليا واشتغل. محاولش ابهدل الدنيا ميه كده، احنا يا دوبك هنلمع. هعمل ايه بقى؟ هوريكم جزء عشان انا ايه اشتغل في بقيتها. بجيب كده واروح دعكه كده بيها. الطريقه ديت سهله جدا ومش متعبه. هلاقي الاجزاء الفاتحه معايا ديت وضحت، وهو دوت اللي بيرضيني. انا صراحه ما بحبش احط، ما بحبش سجادتي تبقى مش نظيفه وانا برضو افضل حطاها، استحاله يعني. بس هكمل بقى السجاده وارجع لكم. هنا خلصت يا بنات، واستحاله تقولوا لي اللي مفيش فرق، ده استحاله يعني. حتى تحس لها زهزهت. مشكله السجاده دي ليها فيها فراغات. الفراغات دي متعبه جدا يا بنات في التنظيف، ولو اتغسلت بتبقى تقيله جدا. انا بغسلها طبعا بس ما بقاش لوحدي لانها بتبقى تقيله جدا، فلازم أنا اهتم بيها باستمرار عشان ما تتعبنيش طبعا. كده انا خلصت وشفطت كل حاجه، خلاص الريسبشن خلص. اخر مرحله وهي اني انا احط المعطر بتاعي كده، وبعدين اجيب شرشوبتي الحلوه اللي بحبها وامسح كل الاماكن العريانه كده، وهنا عند السيف كده، واجيب كل مكان. طبعا انا لمعت ديت برضو تاني. بصوا بقى الريحه جميله مع التنظيف بقى، والمنظر رائع ومريح للاعصاب. الواحد بيحس كده اللي هو ايه، زي كأني منشكح. هخلص وارجع لكم تاني. انا هنا حبايب قلبي، انا كده خلصت يا حبايب قلبي. وانتهيت من نظافة المكان اللي احنا بنقعد فيه، وخلصت كل حاجة. يا رب يعجبكم الفيديو. ولو عجبكم دوسولي لايك وشير وسبسكرايب. طبعا انا هنا ولعت البخور الرائع بتاعي، وبعدين رحت مولعه الكاتل بقى. شغلت الكاتل علشان اعمل كوبايه نسكافيه حلوه في الانسجام والروقان. كده خلاص خلصت. يا رب يعجبكم الفيديو بتاعي. طبعا النجف بتاعي زي الفل، انا دايما برضو باستمرار المعه. الابليكات